السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني النحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. أعمال النحال، نصائح وإرشادات وطرق وأساليب التعامل مع النحل في هذه الفترة من السنة، تكملة للدرس السابق الذي وعدتكم به بالأمس. نحن اليوم مع الجزء الثاني، فكونوا معنا. الزملاء الذين يذهبون لعمليات فحص المرائي ويكتشفون أن المرائي ما زالت متأخرة، هذه فرصة لكم يا أحباب. أولا القيام بعمليات ضم الخلايا المتوسطة حتى تكون قوية، القيام بعملية تغذية متوازنة خفيفة، الهدف الأساسي منها النحل ما يخزن استعدادا للموسم، خصوصا إذا كانت الخلايا بلدية. خففوا خلال الفترة القادمة إذا فحصت المرائي ووجدت أنه المرائي ما زالت متأخرة، يمكن 10 أيام، ممكن 15 يوم، ممكن 20 يوم، ممكن متأخرة. احنا عارفين أنه فترة إزهار الثدي راح تبدأ من 15 إلى 15 12 متنقلة في عدد كبير من الوديان ومناطق مناخية مختلفة ما بين باردة ومعتدلة وحارة. لذلك لا تستعجل، إذا فاتك هذا الوادي ستلحق الوادي الآخر. اليمن كبير والوديان كثيرة وكلها تباع بأسعار ممتازة. الوادي الذي يكون نسبة الرطوبة فرضا فيه كثيرة، يكون هناك كميات العسل الذي تجنى منه كثيرة. الكثرة وإن كان السعر قليل فإنها تعطيك ربح ممتاز، وتستطيع أنك تحسن من دخلك ومن دخل أسرتك من هذا الموسم. فعمليات الفحص التي تنتج لك أنه ما زال هناك الوقت متأخرا، استفد في عملية ضم الخلايا، استفد في عملية تجيش الخلايا، استفد في تخفيف التغذية السكرية حتى تصل إلى الصدر كما شرحنا في الملفات السابقة. الملاحظة الذي أتمنى وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق النحالين لها: لا تنخدع بالشائعات، وارجع وكررها، لا تنخدع بالشائعات. فربما هناك وادي وإن كان مشهور، منطقة وإن كان مشهورة بالأسل، لكن إذا وجدت فيها سموم لا تتعب حالك. وهذا الأمر عشناه على مدى 4 سنوات ماضية. هناك عدد كبير من المناطق كانت لا توجد فيها مزارع، لكن الآن دخلت زراعة القات في مناطق معينة، دخلت زراعة خضار في مناطق أخرى، دخلت عدد كبير وأنواع كثيرة جدا من الزراعات. هذه الزراعات تتطلب مبيدات حشرية. لا تنزل في أي وادي يكون فيه مبيدات حشرية. هذا الكلام نقوله لصالحك. حاول تفحص، حاول ابحثوا عن الوديان الصغيرة خلال ال4 سنوات الماضية أثبتت جدارتها. فعليكم التأني، عدم الاستعجال، التحلي بالصبر، البحث في أكثر من جهة، فحص المرائي بدقة كي تخرج إن شاء الله بنتيجة ممتازة. هذه النتيجة تكون مفيدة لك في حصاد أسل السدر، تكون مفيدة لك في الحفاظ على نحلك اللي هو يعتبر مصدر دخلك ومصدر دخل عيالك وقوتهم. فأتمنى من الزملاء أن يتنبهوا لهذه الملاحظات. من النقاط اللي أتمنى أنه الزملاء يلاحظونها: عملية المكان الذي تضع فيه نحلك للصدر. قدر المستطاع حاول يكون الموقع غير مؤرد للرياح، لأنه الرياح خصوصا الآن بدأت درجات الحرارة في بعض المناطق بالاعتدال وبالتدني. الرياح عامل مؤثر جدا على النحل، فحاولوا يكون اتجاه النحل عكس اتجاه الرياح. الزملاء الذين يمتلكون خلال هذه الفترة، فترة ما قبل الأيام هذه التي تفصلنا عن الصدر، لديهم خلايا قوية. إذا كانت هذه الخلايا حديثة، أنصحكم بالقيام بعملية تدعيم الخلايا الضعيفة منها.
إذا لم يكن لديك خلايا ضعيفة في المنحل، قم بعملية تقسيمها، اسحب منها إطار، اسحب منها إطارين. الهدف الأساسي لا نريد أي خلية أذهب بها للموسم، ومن ثم تقوم بعملية التطريد. عملية التطريد إذا حدثت عملية التطريد أثناء الموسم، فهذه تكون خسارة كبيرة على النحال، خصوصا أنه بعض الزملاء يضعون نحلهم ويسافرون ولا يرجعون إلا بعد مدة لعملية الفحص. لذلك حاول قدر المستطاع عند ترحالك الخلايا المكتظة، اسحب منها إطارات حضنة على نحلها الحاضن، واعمل قصايم صغيرة. اسحب إطارات حضنة مع نحلها الحاضن، وادأم بها الخلايا الضعيفة. الهدف الأساسي لا نجعل الخلية تطرد. بالنسبة للزملاء الذين لديهم خلايا حديثة، وهذه الخلايا الحديثة قوية ومكتظة، ويخافون أنها تقوم بعملية التطريد وتحريمهم من موسم السدر، هناك طريقة نلجأ إليها في هذه الحالة. إما كما شرحناها سابقا، إما أن نقوم بعمليات تدعيم الخلايا الضعيفة، أو عملية التقاسيم منها إذا كان لدينا مرآة طلعي ممتاز. أيضا بإمكانهم القيام بعمليات رفع الأواسل. رفع الآسلات هذا بيعطي الخلية فرصة للتوسع، فرصة للتحضين أكثر، فرصة لتوفير جيش أكثر. هذا الجيش يساهم في عملية حصاد السدر. رفع الآسلات هي تعتبر خطوة من الخطوات التي يلجأ إليها النحال لتفادي عملية التطريد وللحصول على كميات كبيرة من الجيش ومن النحل السارح، يستطيع في موسم السدر أن يحظى بنسبة كبيرة من الأسل إن شاء الله. فالزملاء الذين لديهم خلايا حديثة بإمكانهم الاستفادة من هذه الميزة. فالآسلات يكون فيها كميات كبيرة من الأسل، خصوصا إذا استخدم النحال الحاجز الأرضي الذي يوضع بين بيت التربية والآسلة، ويقوم برفع الحضنة المغلقة فقط إلى الآسلة تفاديا لبناء بيوت ملكية والقيام بعملية التطريد. فهذه أيضا تعتبر من الخطوات التي تساعد النحال في عمليات تجييش الخلية، تساعد النحال في عملية السيطرة على الخلية وعدم ذهابها إلى عمليات التطريد، ويفقد بسبب ذلك موسم السدر القادم. أيضا على الزملاء التركيز على عمليات حجز الملكات. وعادة ما نتحدث عن حجز الملكات خصوصا للخلايا الحديثة، عادة ما نفضل الحاجز ذا الإطارين. الحاجز ذو الإطارين يعتبر هو أفضل الحواجز الذي ممكن يستخدمها النحال، بشرط أنه يحجز الملكة في إطارين، نتيح فرصة للملكة أنها تقوم بممارسة مهامها والقيام بعملية البيض في الإطارين. لا نحبذ أبدا سجن الملكة. هناك بعض الزملاء يلجؤون إلى سجن الملكة، وهذا يؤذي الملكة، خصوصا أنه الملكات الملقحات خصوصا أن الملكات الملقحات عندما نقوم بحبسهن لمدة طويلة فإن المبايض لديهن تتخمر وتتأذى، وربما تصاب الخلية بعقم أو تصبح غير ذات كفاءة في المستقبل. لذلك نوصي الزملاء باستخدام إما الحاجز ذو الإطارين، أو نستخدم عملية خلخلة الإطارات. وعملية خلخلة الإطارات قد شرحناها في محاضرات سابقة، وهي القيام ب ترك مسافة ما بين الإطار الأول والإطار الثاني والإطار الثالث، بحيث نجمع الحضنة، أش الحضنة نجمعه في 3 إطارات أو 4 إطارات في الوسط، وعلى الجوانب أو على الأجنحة نضع ما بين كل إطار وأخوه مسافة بمقدار 1 سنتي. فهذا يمنع الملكة أنها تضع البيض في الإطارات التي بالأجنحة، ويتركز أمل الملكة في الوسط، في المكان الذي تكون فيها الإطارات مضغوطة من الأكتاف فقط. هذه الطريقة قد شرحناها أكثر من مرة، وهي عملية خلخلة الإطارات. إذن الزملاء الذين يرغبون باستخدام الحواجز يستخدمون الحواجز التي تحجز الملكة في إطارين. هذه الحواجز ممتازة جدا. لا نحبذ هذه الحواجز الأفقية التي تفصل الخلية إلى خليتين، ويكون هناك عملية الشبك صغيرة جدا والباقي كرتون أو أبلكاش.
وهذا لا يؤيق النحل في عملية الدخول والخروج، فعملية الخلخلة أفضل بكثير من هذه الحواجز الموجودة في السوق، والتي يشتغل عليها عدد كبير من الزملاء. الشيء الذي أتمنى أنه الكل يلاحظه: إذا كنت مضطرا لاستخدام الحاجز الملكي هذا الأفقي، فعليك أن لا تضع خلف الحاجز أي حضنة مفتوحة، فقط تكون الحضنة المفتوحة في الجهة التي فيها الملكة، أي قبل الحاجز. ما بعد الحاجز يستحسن ويفضل أن تكون حضنة مغلقة، بحيث أنه النحل إذا قل رائحة الفرمون الملكي لا يقوم ببناء بيوت ملكية بعد الحاجز. الزملاء الذين مناحلهم ما زالت متأخرة، الوقت ما زال معكم، وهذا الكلام قلناه تكرارا ومرارا، قلناه على العام وقلناه على الخاص لبعض الزملاء الذين يتصلون من مناطق عديدة جدا من اليمن، سواء كانوا من شبوة، كانوا من حضرموت، تعز، إيب، صعدة، صنعاء، تهامة. ما زال هناك عدد كبير من الزملاء يتواصلون بي ويقولون: يا أم عايش، هذه السنة النحل عندي ما زال متأخر. فأمك عايش يقول لك: لا تقلق، الأمطار تأخرت، السدر راح تتأخر الفتحة حقه، ما أنت ملزم تحضر السدر في وادي معين، المناطق كثيرة، ابحث عن وادي آخر ومكان آخر النحل السدر فيه ما زال متأخرا، جيش نحلك، وازن نحلك، ضم الخلايا حتى تحصل على خلايا قوية، ومن ثم أدخل موسم السدر. نصيحة عامة نوجهها لكل أبنائنا وأساتذتنا وأحبابنا بمربي النحل بربوء السائدة والمناطق التي يصيدون أسل السدر. هذا الكلام قلناه أكثر من مرة: ابتعدوا عن الحمولة الزائدة لعدد من المناطق، لعدد من الوديان التي تكون فيها الحمولة الزائدة. إذا فحصت ورأيت أن الحمولة الزائدة، لا تنقل نحلك إلى هذا الوادي أو إلى هذه المنطقة، اذهب إلى وديان أبعد، حتى وإن كانت أعداد أشجار السدر قليلة لكن الحمولة الرئوية غير كبيرة، فإنك ستحصل على رزقك إن شاء الله. هذا الكلام مجرب خلال الأربع سنوات الماضية. هناك عدد كبير من الزملاء لم يذهبوا إلى المناطق المشهورة، وإنما ذهبوا إلى وديان صغيرة، وجنوا أسل كان ممتاز في الشكل، كان ممتاز في السدر، كذلك عملية أودة الخلايا من بعد السدر كان ممتازة، لأنها لم تتأثر بالسدر، وكانت الحمولة ممتازة جدا. أرجع وكرر، الزملاء الذين لديهم خلايا مكتظة حاولوا قدر المستطاع سحب إطار، السحب إطارين، اعمل منها قصايم. الهدف الأساسي تمنع عملية تطريد الخلايا وذهابها. كذلك الزملاء الذين يلاحظون أنه لديهم كثافة كبيرة جدا من حبوب اللقاح، هناك بعض المناطق عمليات حبوب اللقاح ممتازة جدا خلال هذه الفترة، والنحل يخزن عدد كبير من حبوب اللقاح. الزملاء الذين لديهم خلايا حديثة أو خلايا بلدي ويلاحظون أنه عمليات تخزين النحل لحبوب اللقاح، أتمنى منهم أن يقوموا بتقليل خبز النحل داخل الخلايا. الهدف الأساسي من هذا الكلام أنه النحل ما يذهب إلى مرحلة التحضين ويترك التخزين. حاول قدر المستطاع تسحب الإطارات اللي فيها خبز النحل عند نقلك لمرائي السدر. حاول قدر المستطاع تقوم بقص الإهدان البلدي التي لديها تخزين كبير من حبوب اللقاح، حاول تقلل منها قدر المستطاع. الهدف الأساسي أنه النحل يذهب نحو التخزين ولا يذهب نحو التحضين. الزملاء الذين يتأكدون أنه السدر ما زال متأخرا في المناطق التي يرحلون إليها، عليهم القيام بعملية تغذية سكرية متوازنة. لا 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 لا, لا يجعلوا الخلايا تذهب إلى التخزين، فقط يعطيها تغذية سكرية بمقدار يستطيع النحل استهلاكه خلال هذه الفترة وعدم تخزينه. الزملاء الذين ينقلون الخلايا
إلى وديان ومناطق الصدر. عليهم القيام بكل العمليات التي دربوا وألموا وكسبوها خلال الأعوام السابقة، مثل سد أي فتحات في الخلية، القيام بتسمير وتسليك الخلايا الحديثة، وعدم جعل الإطارات تتحرك أثناء النقل، التخلص من أي أقراص زائدة، أقراص شمعية بالإيدان البلدي. الإيدان البلدي يجب أن تكون محكمة الإغلاق من الخلف ومن الأمام. فتحات السروح إذا لاحظت أي مخاطر لازم تكون فتحات السروح خصوصا في الأيام الأولى أن نقوم بتضييقها. فإذا وجدنا أنه الأعداء قليلين بعد عمليات الفحص التي قمنا بها، فممكن توسيع فتحات السروح. فتحات السروح في اليوم الثاني، في اليوم الأول بعد هدوء النحل أسرا أو في اليوم الثاني في الصباح، قم بتضييق فتحات السروح إلى حد ما، ليس تضييق كبير. إذا لم تشاهد أي عمليات سرقة، إذا لم تشاهد أي عمليات محاولة لدخول الأعداء إلى الخلايا، فأترك فتحات السروح كما هي. لكن إذا كان عندك من خلال عمليات الفحص للمرائي وجدت أنه هناك عدد من الأعداء، فعليك سد أي شقوق داخل الخلية. هذا دائما نحن نوصي به، سواء كانت الخلية حديثة كانت الخلية بلدية، عليك القيام فورا بسد كل الشقوق داخل الخلية قبل نقل المنحل إلى أشجار السدر. كذلك الملاحظة الذي أتمنى من الزملاء الانتباه لها، انتبهوا الله يحفظكم من وضع الطرابيل. هذا الكلام تكلمنا فيه في كل المواسم. الطرابيل لا تضعوها على الخلايا، الطرابيل تسبب احتباس حراري وتقلل من سروح النحل وتجعل النحل عرضة للسرقة، لأنه عندما ترتفع درجة الحرارة داخل الطربال وهو مكتم مباشرة، ريحة الأسل تفوح ومن ثم تحدث الهجومات. لذلك إذا كنت مضطر لوضع الطربال، ضع على هذا الطربال إما كراتين أو قماش حتى لا يسحب درجة الحرارة، حتى لا يؤثر على نحلك حفظكم الله. الزملاء الذين يمتلكون خلايا بلدي، هناك مصطلح نطلق عليه عملية التأتيب أو عملية المخالفة. عملية المخالفة هي عبارة عن إجراء يقوم بها النحال للخلايا القوية، يقوم بقصها من الأمام. الهدف الأساسي عملية تنظيفها من الأسال، يقصها حتى يجد أو يلاقي حضنة مفتوحة، حتى وإن كان هناك حضنة مغلقة قم بإخراجها طالما فيها هلالات أسلية كبيرة. مباشرة بعملية سريعة بعملية نظيفة نقوم بقطعها أو قصها من الأمام والقيام بعملية تأتيبها من الخلف. هذا ما نطلق عليه عملية التأتيب لأي شجرة رحيقية، أو ما يطلق عليها الزملاء خصوصا بتهامة مصطلح المخالفة. الهدف الأساسي من عملية المخالفة هذه أنه نتيح فرصة للنحل، أنه إذا كانت هناك الشجرة ممتازة جدا الرحيقية، فالنحل سيبني من الأمام كي يعمل تغطية وحماية للحضانة المفتوحة. هذا واحد. نمرة اثنين، أنه نتخلص من الآسال الموجودة داخل الخلية، الأسل المرعي. نمرة ثلاثة، نستفيد من هذه المآتب الخلفية في عملية التخزين، لأن فيها حضنة. بمجرد ما نصل، وعادة يكون التأتيب قبيل التحميل بعد فحص المرائي والتأكد أنه المرائي ممتازة، قبلها أحيانا بيومين بثلاث نقوم بعملية التأتيب. الهدف الأساسي منها أنه الحضنة بتفكس إن شاء الله، والنحل بيؤبي هذه المآتب سوف يؤبيها بأسل، ويكون عادة الأسل المؤبى فيها أسل كثير ونظيف. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت إلى سرد عدد من الملاحظات والنقاط التي على النحال القيام بها في شهر سبتمبر استعدادا لموسم الصيد القادم. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمنحكم نحلا قويا مجيشا خاليا من الأمراض، وأن يبعد عنكم كل المخاطر، سواء كانت سموم، سواء كانت أعداء النحل، سواء كانت أمراض ومؤيقات للنحل وإضعافه، وأن يرزقكم موسما مميزا تحصلون فيه على أسل سدر مميز تستطيعون
تحسين دخلكم ودخل أسركم. حفظكم الله سبحانه وتعالى، ودمتم سالمين.